السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال جميل. الأخ بيقول ما فيش حد من الشياطين ممكن يخالف أوامر إبليس ويعوز يتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ أرجو الإجابة. يتوب عادي. خلي بالك إبليس ده من الجن. قال سبحانه وتعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الجن ده في منهم مسلمون في منهم كافرون. في دليل على الكلام ده؟ في القرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى حكاية عن الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. الجن في منهم مسلمون وفي منهم كافرون. الكافرون دول هم أتباع إبليس. كفرة الجن هم الشياطين اللي بيوسوسوا لينا، بيسمعوا كلام إبليس: روحوا اغووا فلان، روحوا ضلوا فلان. لو حد فيهم عاوز يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى يتوب. باب التوبة مفتوح. باب التوبة مفتوحة للإنس والجن، ما عدا شخص واحد فقط باب التوبة مش مفتوح ليه. عارفين هو مين؟ هو إبليس ذاته. طيب ليه ربنا تاب على سيدنا آدم وما تابش على إبليس؟ إن سيدنا آدم ندم واستغفر وتاب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. سيدنا آدم طلب التوبة من الله والصفح والمغفرة، فربنا تاب عليه. إبليس بقى عمل إيه؟ قال أنظرني إلى يوم يبعثون. لم يطلب التوبة وتكبر وتجبر وطغى، وحتى اللحظة دي مستمر في طغيانه، وإلى يوم القيامة مستمر. لم يطلب التوبة إلى يوم القيامة، لم يطلب التوبة. في علم الله سبحانه وتعالى إبليس لن يطلب التوبة، بل سيكون من أهل النار. حتى مذكور في القرآن الكريم إبليس بيخطب خطبة في النار، يعني يقف كده يخطب في أهل النار. عارفين بيقول إيه؟ مذكور في القرآن الكريم، يقول: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. بيتبرأ من الكل إبليس، يقول: أنا ما مسكتكش بحبل ولا مسكت لك عصاية، أنا بس كنت بوسوس لك، وانت اللي استحمل بقى. يلا.